السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أهلا بحبايب قلب المتابعين. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية سمك سنجاري، سمك بلطي اللي هو الشبر دوت. هنعمله بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، هتعجبكم إن شاء الله. أحلى صينية سمك، طعمها كان تحفة. على الله يعجبكم طريقتنا في صينية السمك دي، كان طعمها جميل جدا. جربوها وهتعجبكم إن شاء الله. يلا بينا بقى نشوف الطريقة بتاعتنا. معايا 2 كيلو سمك، ومعايا شبت وكزبرة وفلفل حراق سبايسي وطماطم وفلفل اخضر وبصل وجزر، ومعايا البهارات بقى اللي هي الفلفل الاسمر والكمون وكزبرة وبابريكا وشطة، ومعايا ملح. هنبتدي بقى نخرط كل الخضرة بتاعتنا ديت. نبتدي بقى الاول البصلية كده بتاعتنا ونبشرها الاول كده زي ما انتم شايفين. هنبشرها بقى بشر ناعم. نخلص بشر البصلاية كده، ونخش بقى على بقية المكونات بتاعتها نعملها شوف هنعمل بعد كده. كده البصلاية خلصت التخريط اهوت. اعمل بقى الجزر بتاعنا رخر ابشره بالمبشرة كده زي ما انتم شايفين كده. هما جزرتين بشرت واحدة وببشر في التانية اهيت. بس اخلص بقى اشيل المبشرة بتاعتنا، وابتدي بقى اخرط بقية الخضر بتاعنا. معايا الطماطم، قصدي اللي معايا 4 طماطميات، همسكهم برضو ابشرهم كده بالمبشرة عشان يبقوا ناعمين. ابشرهم كده واحدة واحدة كده. ما تبشريها بتبقى بتبقى تديكي طماطم اللي هي ناعمة قوي، ولا هي بدل ما تضربها في الخلاط، ولا تبقى خشنة، او لو قطعتها مكعبات هتبقى خشنة قوي كده. بتبقى بتشرب من التتبيلة بتاعتها، البصل والجزر والفلفل البهارات كلها بتشرب من بعضها كده. والسمك رخري بيمتص منها الحاجات دي. بتبقى ريحته تحفة، ريحته جميل جدا. على لا يعجبكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الطماطم بتاعتنا كده مبشورة. نبتدي بقى نجيب الفلفل بتاعنا الاخضر كده، نقطعه كده، نقطعه كده صغيرة زي ما انتم شايفين. نقطعه كده صغيرة. انا مسكت السمك بقى نتكلم بقى شوية كده على ما اخلص بقية الخضار تقطيع، على ما اخلص الفلفل والحاجات. مسكت السمك جبته نضفته كويس وغسلته بالدقيق والملح والليمون، ونضفته كويس زي ما انتم شايفين، ونقعته شوية، وبعدين صفيته من المية. وبعدين زي ما انتم شايفين بقى نجهز في في الحاجة بتاعتنا كده. كده بقى انا قربت اخلص اهوت عملت كده قرنين فلفل. ابتدي بقى اعمل في القرن التالت. ومعايا برضو يا جماعة هنا اهوت مع البهارات اللي انا عاملاها، المكونات ديت انا معاها برضو جنبها توم برضو دقه اهوت من عاماه، عشان احشي بالسمك بتاعنا. عشان هو السمك بيبقى من عشاق التوم بتاعنا. السمك بيحب التوم جدا. تقدر تستغنى عن اي حاجه ما عدا ما عدا التوم في السمك. كده انا خلصت تقطيع البصل والطماطم والجزر والفلفل، وبقطع بقى الشبت والبقدونس. مبقعدش معايا بقى الا الفلفل اللي هو السبايس اللي هو الحراق دوت، هقطعه برضو.
ونقلب المكونات دي كلها ببعضها ونشوف هنعمل ايه بقى تاني. كده انا خلصت تقطيع الشبت والبقدونس. هجيب بقى القرنين الفلفل اللي هما السبايسي دولت، اقطعهم كده برضو. كده انا خلصت المكونات بتاعتي كلها قطعتها. احط بقى البهارات بتاعتي كده. التوم حطيت من كل نوع شويه شويه علشان اسيب شويه احشي بيهم السمك. نص التوابل بتاعتنا حطيتها وسبت النص التاني عشان احدق الكلفه، والنص التاني احدق بالسمك عشان السمك بتاعنا يبقى ايه ملحه مظبوط، ما يبقاش عادب. اهم حاجه السمك يبقى حلقه مظبوط عشان يبقى طعمه حلو. السمك حاجه من بالذات من الاكلات اللي هي ما بيحبش الاكل يبقى ايه عادي، السمك بيحب يبقى حدقه مظبوط. كده اعمل قلبت البهارات بتاعتي كلها في الخلطه بتاعتي كده، وقسمتها نصين. نص هفرده في ارضيه الصينيه، والنص التاني هغطي بيه السمك من فوق. زي ما انتم شايفين بقى امسك السمكيه كده ايه اشرحها كده علشان تشرب من التتبيله بتاعتها ومن الدقه. اقطعها كده زي ما انتم شايفين سمكيه سمكيه كده. شوفوا بقى كده السمكية تتقطع كده حتة من شقة من الجهة كده مرتين، علشان ايه زي ما قلت لكم ايه يعني نحشيها من التتبيلة اللي باقية معانا وتبقى شاربة من البهارات بتاعتها. نصفيها كويس من المية بتاعتها كده. خلصتها كلها، ما عادش الا السمكية بقى الصغيرة ديت اللي كانت ايه جاية بقى طبة الميزان. كانت صغيرة شوية بس لازم بقى عشان طبة الميزان لازم ايه ما يكونش السمك قد بعضه. نبتدي بقى نقلب الدقة بتاعتنا كلها ببعضها كده، التوم مع البهارات بتاعتنا كده كلها كده، عشان ايه اتبل السمك بتاعنا من جوه ومن بره كده. واحشيه من قلبه كده برضو من الحشوة بتاعتنا اللي احنا عاملينها ديت، عشان ايه قلبه يشرب منها وفي نفس الوقت برضو الحدق كله يبقى واخده السمك. نجيب من الدقة كده التوم نحطه في قلب السمكية ونحط شوية دقة عليه، ونحط ايه في قلب السمكة بتاعتنا كده واحنا نحشيها كده من بره ومن جوه. ونجيب بقية الخلطة بتاعتنا ونحطها على ايه على السمك كده زي ما انتم شايفين. نفردها كده على السمك كله كده الخلطة اللي معانا دي كلها زي ما انتم شايفين كده ايه كل الخلطة بتاعتنا كده فردتها كده على وش السمك. واجيب بقى ايه ليمونتين كده ايه غسلهم حلو واقوم ماسكاهم بقى عصرهم كده على السمك برضو. السمك من عشاق الليمون يعني اللي بيخلي السمك ايه تحفة بقى ايه ما اقولكوش بقى ايه طعمه جميل. اهم حاجة السمك يتحط على الليمون. السمك بيبقى السمكة اللي ايه بالليمون زي ما انتم شايفين كده. اعصر الليمون كده عليه واسيبه برضو ايه بيدي ريحة حلوة كده قشر الليمون في الفرن والسمك في الفرن كده. اجيب بقى شوية زيت كده احطهم كده عليه عشان السمك يبقى في بتاعنا شكله حلو وفي لمعة كده في قلب الفرن، في نفس الوقت ايه ميرجعش في الصينية بعد ما ينشف زي ما انتم شايفين كده. كده صينية السمك بتاعتنا بقت جاهزة وحطيتها في الفرن وزي ما انتم شايفين اهي بسم الله ما شاء الله على اللي يعجبكم. ما تنسوش بقى تدوسوا لايك والسلام.